انا عايز بس اسال الاتحاد الافريقي سؤال، انتوا عايزين ايه من النادي الاهلي؟ لو انتوا مش عايزين النادي الاهلي يخش البطوله دي تاني قولوا لنا، قولوا لنا ريحوا نفسكم وريحونا. يا استاذ هنا ابو ريده، يا استاذ هنا ابو ريده، انت شايف بعينك النادي الاهلي بيتظلم ازاي؟ ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ النادي الاهلي طلع بيان امبارح كشف فساد الاتحاد الافريقي، كشفوا ملف خطير، كشفوا النادي الاهلي ملف فساد خطير، كشفوا النادي الاهلي في بيان امبارح. يعني ايه تقول لي هعمل اجتماع الساعه 11 الصبح النهارده علشان ابص في الطعن بتاعك اللي هو الحرمان بتاع الجمهور، خلاص، ثم بعد كده تبعت لي ايميل وتقول لي هبص الساعه 1 هنأجل الاجتماع للساعه 1، ثم بعد كده تقول لي لاجل غير مسمى. هو احنا هنهزر ونلعب مع بعض؟ هو شغل عيال يعني ولا ايه؟ ما انا عايز افهم. هنهزر ونلعب؟ اتحاد افريقي فاسد، في حد عايز يوقع النادي الاهلي، في حد عايز يسهل الطريق لصن داونز. ركز معايا في اللي اقوله دوت، في حد عايز يسهل الطريق لصن داونز. هم عارفين ان الترجي السنه دي مش في افضل حالاته، فعايز الترجي يعدي من النادي الاهلي باي طريقه علشان بعد كده الترجي يقابل صن داونز، صن داونز تكسب الترجي، فالدنيا تبقى سهله لصن داونز. هو المسلسل مرسوم كده، خلي بالك من الكلام دوت لان ده كلام كبير، ده كلام كبير، ده فساد. في حد عايز صن داونز الدنيا تبقى سهله ليه، في حد عايز يوقع النادي الاهلي، في حد عايز النادي الاهلي ما ياخدهاش السنه دي. مش بتاعتك يا اهلي، مش بتاعتك يا اهلي، مش بتاعتك يا اهلي السنه دي. في حد عايز كده؟ فين الاستاذ هنا ابو ريده؟ فين الاستاذ هنا ابو ريده؟ ولحد امتى هنفضل كده؟ لحد امتى هنفضل كده؟ ظلم في التحكيم وظلم ايضا في موضوع الطعن. هو في ايه؟ انتوا عايزين ايه من النادي الاهلي؟ انتوا عايزين ايه من النادي الاهلي؟ فساد، فساد داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والله فساد، حاجة تحرق الدم. طيب النادي الاهلي يا جماعة متضايق من حاجة، والزمالك برضه، والزمالك برضه. ايه هي الحاجة؟ طبعا تكملة الدوري. النادي الاهلي هيبدأ يلعب في الدوري ان شاء الله بإذن الله يوم 3/4، يوم 3/4 قدام سيراميكا، وايضا الزمالك هيلعب يوم 3/4. النادي الاهلي متضايق ليه؟ لان منتخب مصر هيلاعب اسبانيا يوم 31، خلاص، فانت ازاي هتخليني العب يوم 31 والعب يوم 3؟ مش هلحق ارتاح، مش هلحق اشم نفسي. هتقول لي طب ليه الاهلي ما اعترضش وقت القرعه؟ اقول لك لان اساسا الماتش كان متحدد يوم 30. تفرق؟ اليوم ده يفرق؟ كان من الاول مصر واسبانيا متحدد يوم الماتش بتاعهم يوم 30، يوم 30، خلاص، وانا كنت هلعب يوم 3/4 فكده تمام. لكن بعد كده طلع لك امبارح قال لك ايه؟ لا ده ماتش مصر واسبانيا هيبقى يوم 31، فانا مطالب مني كنادي اهلي الاعب سيراميكا يوم 3/4. يوم 31 يعني اللعيبه هترجع يوم 1/4، فهرتاح امتى؟ وافك عضلاتي امتى؟ واظبط دنيتي امتى؟ خلاص. فالموضوع دلوقتي عند الاستاذ احمد دياب، خلي بالك الاتفاقيه بتاعت ماتش مصر واسبانيا لسه ما اتمضتش بشكل رسمي، لسه ما اتمضتش بشكل رسمي. فالموضوع دلوقتي عند الاستاذ احمد دياب يقدر يعدل الدنيا، نخلي الماتش يا جماعه بدل يوم 31 يبقى يوم 30، مقبوله كده. لكن تخلي لي ماتش مصر واسبانيا يوم 31 وتلعبني انا يوم كنادي اهلي يعني يوم 3/4، طب ما اللعيبه مش هتلحق تعمل حاجه، اللعيبه مش هتلحق ترتاح ولا تعمل اي حاجه. طيب النادي الاهلي باذن الله النهارده هيقدم شكوى رسميه في عيسى سي بشكل رسمي. وانا كنت قلت قبل كده غلطه النادي الاهلي ان هو بيتاخر قوي في تقديم الشكاوي. شوف الجيش الملكي لما كنا بنلعبه هنا في القاهره ايه اللي حصل يا بيه؟ ان بعد الماتش مفيش نص ساعه ولقيت الجيش الملكي طالع بشكوى بشكل رسمي، طالع بشكوى بشكل رسمي. ما استنوش. احنا عندنا بطء شديد جدا ان احنا ننجز حاجه، عندنا بطء شديد جدا ان احنا ننجز حاجه، فيجب ان احنا يكون عندنا سرعه، سرعه لازم ده. طيب عايز اقول لك معلومه كمان مهمه جدا جدا جدا. زيزو
كمل ماتش الترجي وهو مصاب. خلي بالك لو تلاحظ في لقطة كده، كان الدكتور بيكلم زيزو وهو على الخط، يا زيزو يا زيزو راح له وقال له سيبني شوية، سيبني انا هقدر اكمل، سيبني انا هقدر اكمل. انا بنصح زيزو، يا زيزو ما تجيش على نفسك يا حبيبي علشان حاجة، ما تجيش على نفسك علشان حاجة. طب انت جيت على نفسك وربنا سترها المرة دي، وربنا سترها المرة دي، ممكن بعد كده تيجي على نفسك وما تحسش وتلعب. وانت خلي بالك اللاعب وهو بيلعب بيبقى جسمه سخن، مش حاسس ان هو مصاب جامد، مصاب جامد. انت ممكن ما تحسش ان انت تبقى مصاب جامد، بس بعد ما جسمك يهدى وبعد الماتش تلاقي الاصابة بقت كبيرة، تلاقي الاصابة بقت كبيرة. فانا بنصحك يا زيزو، لما تحس انك انت تعبان في حاجة اخرج، اخرج. حتى لو الماتش مهم قوي اخرج، سلامتك اهم من اي حاجه. وما دام الدكتور نصحك ان انت تخرج اخرج واسمع كلام الدكتور. انا بصراحه ما اعرفش الدكتور قال له ايه بالظبط وهو واقف على الخط كان بيكلمه، ولكن اللي عرفته ان زيزو قال له لا انا هقدر اكمل. الاكيد ان زيزو قال له لا انا هقدر اكمل. فلا ما تقاوحش في الاصابات يا زيزو. اشوفك على خير عزيزي المشاهد في فيديو قادم جديد باخبار جديده. السلام عليكم.